السلام عليكم، ازيكم عاملين ايه؟ ان شاء الله هنعمل الكريب في البيت اقتصادي من الدرجة الاولى. حاجة كده ما شاء الله، مكوناته سهلة وبسيطة، بدقيق ومية بس. هنطلع احلى عيش كريب، وكمان بحشوة سهلة وبسيطة جدا. تقدري تعمليها في البيت بكل سهولة، وان شاء الله يطلع معاكي احسن من بتاع المحلات بمراحل. هقول لك ان شاء الله المقادير بالجرام، وكمان بالكوباية لو مش متوفر ميزان. اهم حاجة تابع الفيديو للاخر، ولايك للفيديو واشتراك في القناة، وتعالوا كده بينا نسمي الله ونبدأ. معايا كوبايتين من المية. لو هنشتغل بالكوباية يبقى كوبايتين، لو هنشتغل بالميزان يبقى 400 جرام. هننزل بنص مقدار المية، والنص التاني أثناء ما احنا بنعمل العجين. هنزل بربع معلقة من الملح، يعني حوالي كده 3 جرام، وكمان ربع معلقة من الثوم البودر 3 جرام. 3 جرام. والبصل البودر برضو ربع معلقة 3 جرام. هنزل كمان بربع كوباية من الزيت، يعني حوالي 50 جرام. ربع كوباية من الزيت. هبدأ ان انا ادوب الملح والمكونات الاولانية في المية. لو انت بقى حابة تستخدمي لبن بودر مفيش مشكلة. لو انت حابة تستخدمي لبن ممكن نستغنى عن كوباية من المية ونستخدم مكانها لبن، بس احنا بنحاول نخليه اقتصادي من الدرجة الاولى. معايا نص كيلو من الدقيق. لو هنعايره بالكوباية يبقى 4 كوبايات بمج الشاي العادي، أو الكوباية اللي احنا استخدمناها في معيار المية. لو هنعايره بالميزان يبقى 500 جرام. سعة الكوباية اللي احنا مستخدمينها 125 جرام. والدقيق بتاعنا دقيق متعدد الاستخدامات، أي نوع انت حابة تستخدميه. أنا مستخدمة دقيق صفا كريستال متعدد الاستخدامات. نخلته كويس جدا علشان أدخله هواء وفراغات، وأشيل منه أي تكتلات. هو بيكون نظيف، بس أنا بحاول إن أنا أنخله في بداية أو قبل الشغل، أو قبل ما أعمل بيه أي وصفة. الملح حطيناه في البداية مع المية. تمام كده. هبدأ إن أنا أنزل الدقيق بتاعي تدريجيا واحدة واحدة، واشوف الخليط بتاعي او الكيرب بتاعي وصل لحد فين، وابدا ان انا هستخدم الكوبايه الثالثه من الميه. انا استخدمت في الاول كوبايتين، وادي الكوبايه الثالثه. يبقى كده انا استخدمت 600 جرام بالميزان، وبالكوبايه 3 كوبايات. هبدا برضو اخلط الدقيق، واحاول ان انا اشيل فيه او اخلط بسرعه علشان التكتلات. الكوبايه الرابعه هستخدم نصها، واشوف لو انا محتاجه النص التاني هبدا ان انا استخدمه. في المرحلة دي ممكن تستخدمي المضرب اليدوي، أو ممكن لو انت مش حابة أو ما عندكيش تستخدمي الخلاط. لو هياخد معاكي الكمية دي كلها تمام. نزلت كمان بنص كوباية المية الرابعة، يبقى أنا كده استخدمت 4 كوبايات مية، يعني 800 جرام من المية. هشوف الخليط بتاعي لسه محتاج ولا لأ، ولو محتاج هزوده بحاجة بسيطة. واعرفي ان مش كل نوعية الدقيق بتاخد كل كمية السوائل، في دقيق بيشرب سوائل وفي دقيق ما بيشربش. تمام كده. انا حسيت ان الخليط بتاعي محتاج حاجه بسيطه من الميه، نزلت له بس معلقتين من الميه. يبقى كل كميه السوائل اللي انا استخدمتها 4 كوبايات من الميه، ومعلقتين فوقهم. المعلقتين دول 30 جرام. يبقى استخدمت 880 جرام من الميه، و4 كوبايات ومعلقتين ميه. تمام. بشوف الخليط كده تمام، ولميته. لو في اي تكتلات ولا حاجه بدات كده بالاسباتيولا الم الجبل. ابدا كده اصفيه علشان لو في دقيق متكتل ولا اي حاجه اثناء ما انا بفرد الكريبايه، يبقى الوش بتاعها املس، ما يبقاش فيها اي تكتلات من الدقيق او اي حاجه. وبصباعك كده هتشوفي اذا كان الخليط تمام. هتلاقي الشرطه مش بتلامس التانية. هو خفيف شويه عن القطايف، مش تقيل مش تقيل زي عجينه القطايف. هو خفيف نسبيا عن القطايف. كده الخليط بتاعنا اصبح جاهز. هركنه على جنب 10 دقايق بس وابدا ان انا اشتغل فيه. الطاسة اللي أنا استخدمتها أو الصينية دي صينية مقاس 28، غير قابلة للصق. يعني ما ينفعش استخدم طاسة ألمونيوم. تمام. هيلزق فيها. الصينية بتاعتي أنا حطيتها على النار حاجة بسيطة، وما دهنتهاش أي حاجة لأنها سيراميك مش هيلزق فيها أي حاجة. والعصفورة دي اللي هي بتاعت المحلات بتاعت الكريم، بتحطيها في مية تغسليها الأول، وبعدين تنقعيها، وبعدين تشتغلي بيها. وعلشان الصينية بتاعتي السطح بتاعها متساوي ما فيهاش أي تعرجات، فالعصفورة مشت معايا بسهولة. لو مش موجود عندك ممكن بظهر الكبشة أو بالكارنيت تبدأي إن انت تلفيه، هيتلف معاكي وهيبقى الكريب متساوي. تمام. لو مش عندك برضو الكبشة ممكن تستخدمي الفرشة وتدهني على طول، تحط كمية وبعدين تسويها بالفرشة اللي احنا بنستخدمها في دهان الزيت. بس دي اسهل طريقة ان انت ممكن تستخدمي الكبشة لو مش بتعرفي تتحكمي في العصفورة زي ما انا عملت كده. الحجم بقى انت حابة تستخدمي الصاجة بتاع الكريب او الصينية بتاعة الكريب. تمام. هي موجودة عندي، بس انا حسيت ان هي ضعيفة قوي وهتطلع الكريب بتاعي مش مستوي قوي. زي ما انتوا شايفين
نص كيلو دقيق طلع معايا 12 كربايه. كان الحجم بتاعهم مقاس 28، في صواني اكبر من كده 30 هيطلع معاكي مثلا 10 او 11 حسب الكميه اللي انت هتعمليه. الكريب بتاعنا طري، وزي ما قلت لك اقتصادي من الدرجه الاولى ما شاء الله عليه. فوطه جنبك، واول ما تطلعي الكريب هتفرديه عليه وما تحطوش فوق بعضه، وسيبيه بعيد عن بعضه وما تغطوهوش علشان ينشف وما يلزقش اثناء ما انت بتيجي تعيني. طريقه الحفظ بتاعه: كيس تلاجة هتفتحيه وتبدأي ترصي عليه أول كريباية، وبرده كيس تلاجة وتفرديه وتحطي عليه، تحطيه على الكريباية الأولى وبعدين تحطي الكريباية التانية وهكذا، وتلفيه رول وتحفظيه في التلاجة مثلا 3 كريبات مع بعض أو 4، وتبدأي تعينيهم وتعملي الكمية التانية. زي ما انتوا شايفين الطريقة سهلة وبسيطة، مش محتاج مننا أي وقت، وزي ما قلتلك اقتصادي من الدرجة الأولى. لو حابة تضيفي لبن تمام، مش حابة تضيفي استخدمي المية زي ما أنا استخدمت. تعالوا نعمل الحشوة بقى مع بعض، والحشوة دي ترجع لك انت، ما بقيتكيش بأي نوع من الحشوات انت حابة تحطيه. معايا كده صدر فرخة واحد، أو ممكن 3 قطع من البانيه هتقطعوهم شرايح. هنزل عليهم بالبهارات: ملح وكزبرة وكمون وفلفل أسود وكاري وكركم وبهارات فراخ وبابريكا وحاجة بسيطة من الجنزبيل. كل التوابل دي حاجة ربع معلقة صغيرة منهم، ولو مش متاح عندك أي نوع منهم عادي ممكن تستغني عنه. تمام. عندي عصير ليمونة كاملة هنزل بيها، والأفضل إن انت تعصريها ما يكونش فيها بذر. وكمان معايا معلقة كبيرة من الزبادي، بيطري الفراخ وبيخلي طعمها حلو قوي. وكمان معايا معلقة كبيرة من الصويا صوص الغامق، يعني حوالي 20 جرام. وهبدأ إن أنا أخلط المكونات في بعضها، أو أعجن أو أشرب الفراخ معايا. ولو انت حابة ان انت تعمليها مثلا من قبلها بيوم وتدخليها التلاجة او قبلها بساعتين، تمام مفيش مشكلة. ولو حابة تشتغلي فيها على طول زي ما انا اشتغلت كده، تمام بتبقى زي الفل. معايا طاسة على النار سخنة جدا. انا بحب اما اجي ادي صدمة للاكل او للحمة او الفراخ، بحب استخدم الالومنيوم لانها فعلا بتوصل الحرارة بسرعة جدا، وبتكون سخنة بالدرجة الكافية اللي انا محتاجاها. نزلت فيها بمعلقتين من الزيت، ونزلت بالفراخ عايزة اديها صدمة كده بحيث ان هي تحتفظ بالسوائل او العصارة اللي موجودة جواها، وتبقى طرية في نفس الوقت، وكمان تبقى مقرمشة من بره. فردت الفراخ بتاعي او فردتها في الصينية علشان كلها تبقى تسوية واحدة او تاخد الصدمة مرة واحدة، وما تنزلش زي ما قلتلك العصارة اللي موجودة جواها وبالتالي تنشف. هقلبها بس تقلبتين، وزي ما انتوا شايفين ما نزلتش سوائل كتير ولا حاجة. كل اللي موجود ده الزبادي والليمون والزيت اللي انا استخدمته. تمام كده. هبدأ ان انا انزل عليه ببصلة متوسطة كده، قطعتها جوانح او شرايح زي ما انت حابة، وحابة تستغنى عنها وتزودي كمية الفراخ تمام. ومش حابة تعملي فراخ وتعملي مثلا ستريبس او بانيه او اي حاجة تانية، الموجود عندك حطيه، او قطع فراخ اي حاجة تانية، او لحمة مفرومة او اي حاجة. ممكن تحطي بسطرمة، وممكن تحطي كمان لانشون اللي انت حباه في الحشو ضيفيه. الفراخ كده خلاص خدت معايا تشويحة 10 دقايق بالظبط، ورفعتها من على النار كانت خلاص استوت معايا. هرفعها وانزل مكان الفراخ بفلفل اخضر مقطعاه شرايح، وفلفل احمر هديله بس تشويحة مكان الفراخ كده بحيث ان هو ياخد صدمة وياخد من طعم الفراخ اللي كانت موجودة. وخلاص أصبح جاهز معايا. هرفعه من على النار، أنا مش محتاجة منه أكتر من كده. خلاص أصبحت الحشوة معايا جاهزة. هبدأ للمرحلة اللي أنا هحط فيها الحشوة. هتجيب الكرب بتاعك وتتنيه الطرف، هتتنيه للربع من جوه، وتبدأي تضيفي بقى. حابة تحطي جبنة موتزاريلا على جبنة رومي على جبنة شيدر، تمام. انا حطيت جبنه موتزاريلا على جبنه رومي، بيبقى الطعم بتاعها ميكس حلو قوي. والمايونيز والكاتشب بتاعك، الكاتشب ممكن يكون حر او ممكن يكون بارد، او ممكن تضيفي المايونيز والكاتشب الاتنين مع بعض وتمزجيهم، وتبدأي ان انت تدهني الكريب بتاعك الفراخ، وكمان معاه بطاطس محمره بتدي لها طعم حلو قوي، ودي اختياريه بالنسبه ليكي. والفلفل بتاعنا اللي احنا شوحناه مكان الفراخ بصراحة طعمه حلو قوي وكان جميل، وكان مدي للكريب طعم الفراخ اكتر واكتر. والتتبيلة بتاعته الزيتون، انا حطيت زيتون اسود وزيتون اخضر، وبرده ده اختياري المتاح عندك من الاتنين حطيه. وهضيف برضو حاجة بسيطة كده من الجبنة الموتزاريلا والجبنة الرومي، واضيف زيتون، وهضيف كمان كاتشب ومايونيز. كل الحشوة دي اختيارية بالنسبة ليكي، واكيد اكيد هيبقى الطعم مختلف، والحشوه كمان والنظافه مختلفه عن بره. كل واحد انا عارفه انه له رزقه، بس اللي موجود في البيت يختلف اختلاف شاسع
عن اللي موجود او اللي معمول بره. فرحي اولادك واعمليه في الايام اللي زي دي، بتبقى حاجه مختلفه جدا وبيبقى طعمها ممتاز. زي ما انتم شايفين كده خلاص اصبح جاهز معايا. الجريلا بتاعتي على النار سخنه، مش مدهونه اي ماده دهنيه، وهبدا ان انا اقلب الكريب شمال ويمين علشان ياخد معايا التحميصه دي. التحميصه دي ترجع لك انت، حابه تزوديها قوي عن كده، انا حباها زي ما هي كده، حابه تقلليها شويه تمام. انا سبتها لحد ما الجبنه ساحت، وكمان انا بحب القرمشه. ممكن تعملي الخطوه اللي هي اختياريه، حشو الكريب وهو على النار هيفرق معاكي شويه ان الجبنه هتسيح بسرعه. زي ما انتم شايفين ورق فويل بقى، وتبدأي ان انت تلفي الكريب لو انت حابة ان انت تعمليها كده، علشان هيكون سخن شوية. لو انت مش حابة ممكن تسيبيه زي ما هو كده. الكريب بتاعنا اصبح جاهز واخد قرمشة حلوة قوي. وممكن زي ما قلت لك ممكن ما تضغطيش عليه قوي على النار، وتطلعيه اللون اللي انت حباه. الجبنة بتاعتنا سايحة، وكمان المكونات بتاع الكريب او الحشوة كلها تماسكت جوه الكريب. اتمنى الفيديو بتاع النهارده يكون عجبكم. كده خلاص اصبحنا في النهايه بتاعته. لو انت اول مره تشوفيني وتتابعيني، لايك للفيديو بتاع النهارده، وكمان كومنت حلو منك، وكمان اشتراك في القناه. انزلي عند كلمه اشتراك وفعلي زر الجرس واضغطي عليه، وان شاء الله هسيب لك المقادير في صندوق الوصف. اضغطي على عنوان هينزلك تلقائي لصندوق الوصف. مشاهده ممتعه للفيديو.